الحلقة بتبدأ مع ليندا وهي رايحة مع صاحبتها دينيز يشتروا شوية ديكورات للمحل بتاعها، وبتوصل عند محل ديكورات شكله قديم، ولما بيدخلوا بيفضلوا يتمشوا علشان ينقوا حاجة حلوة. بس بيلفت نظر دينيز صندوق مليان قطع خشب مرسوم عليها أشكال أثرية، وبتنادي على ليندا علشان تشوفها، اللي أول ما بتشوفه بتنبهر بيه وبتقرر إنها تشتريه. بس فجأة، وخلي بالكم هتسمعوا فجأة دي كتير في الحلقة، فجأة ليندا وهي بتبص جوه الصندوق بتتصدم إن القطع اللي جواه بتنور بشكل شديد جدا كأنها مولعة، وبتلاحظ إن في روح بتتحرك جوه القطع، وبتفهم ليندا إن الصندوق ده وراه سر، فبتقرر إنها ترجع بيه على المحل وتخبيه في المخزن لحد ما تشوف هتتصرف ازاي. بس وهي بتتكلم مع صاحبتها بتتفاجأ إن في صوت خبط ورزع جامد جدا جاي من المخزن، وهي الوحيدة اللي بتبقى سامعاه. فبتستنى لما صاحبتها تمشي وبتدخل بسرعة جوه المخزن علشان تتفاجأ بالشبح اللي كان بيتحرك جوه البازل. فبتسأله ليندا اسمك ايه وايه اللي معلقه في أرض الدنيا كده. بس فجأة وبدون مقدمات الشبح ده بيبدأ يكسر كل حاجة في المخزن، وبتبدأ ليندا تترجاه يوقف التكسير. فبعدها الشبح بيختفي، وليندا ما بتكونش فاهمة ايه حكايته وليه هو ما ردش عليها لما كلمته وطلبت تساعده. فبتاخد الصندوق معاها للبيت علشان تشوف له حل، وبتتكلم مع جوزها عن اللي حصل، وبيرجحوا ان ممكن هي شايفة الشبح لكن هو مش شايفها، وده ممكن السبب انه مش قادر يتواصل معاها. فبتقرب ليندا من الصندوق وبتشوفه وهو منور من تاني، وبتمسك قطعة منه. في نفس اللحظة القطعة دي بتخليها تتنقل لبيت الشبح، وبتشوفه وهو بيتخانق مع حد تاني، وفجأة ليندا بيغمى عليها وجوزها بيفوقها بسرعة. فبتحكي له اللي شافته وانها اتنقلت لمكان تاني في لحظة، لكن اثناء ما هما بيتكلموا الشبح بيظهر لهم وهو قاعد في الارض وماسك قطعة خشب وبيضربها في الارض. وطبعا كيم بيبقى شايف البازل وهي بتتضرب في الارض، ووقتها بيطلب من ليندا انها تطرد الشبح ده بره بيتهم، وبيقرروا ان هما ياخدوا الصندوق ويولعوا فيه، لان ده الحل الوحيد ان قطع الخشب دي تتحرق، على اعتقاد ان بالطريقه دي هي هتقدر تحرر روح الشبح. وبتخرج ليندا بره البيت وبتحرق الصندوق، وفعلا بتشاف الشبح وهو بيختفي من قدامها، وبتطمن ان كده خلاص الشبح اتحرر، وبتدخل على بيتها. ولكن جوزها بيفاجئها ان البازل رجعت من تاني، وبتبص ليندا حواليها بتلاقي الشبح لسه موجود وبيبدأ يتحول ويصرخ جامد كأنه بيتعذب. وهنا بتفهم ان الحوار اكبر من حرق الخشب، وخلاص بتقرر انها المرة دي تفهم ايه حكايته وتساعده بجد. وتاني يوم بتروح تقابل الدكتور الجامعي صديقها، وبتسأله عن ايه ممكن نروح تحاول تتواصل معاها عن طريق شيء ملموس. وطبعا الدكتور مش بيديها عقد نافع لانه اصلا مش مؤمن بالاشباح والحاجات دي. وبترجع للمكان اللي اشترت منه الصندوق، وبتحاول تعرف من صاحبة المحل ازاي هي جابت الصندوق، ولا ممكن شخص جه وباعه ليها. لكن صاحبة المحل ما بتكونش فاكرة فعلا هو ازاي الصندوق ده دخل المكان. وبتفهم ليندا ان الصندوق ده هو اللي اختار طريقه للمكان ده علشان هي تقدر توصل له. وبعدها بتقرر ليندا تمشي، بس صاحبة المكان بتتصدم لما بتلاقي قدامها قطعة بازل من اللي في الصندوق موجودة على المكتب. وهنا بيظهر الشبح مرة تانية ليندا، وهنا بتعرف انه فعلا شايفها وعايزها تساعده بسرعة. فبتركب عربيتها وبتمسك البازل اللي معاها، وهنا بتتنقل لمكان تاني كله زرع وشجر، بس الحال ما بيكملش. وفجأة المكان ده بيبدأ يتحول من حواليها لبيت كبير. بعدها بترجع ليندا من خيالها وبتروح بسرعة لصاحبتها وبتطلب منها تلاقي لها البيت ده اللي هي شافته في خيالها ووصفته ليها بالظبط، وبتديها فلاش عليها شوية بيوت زي اللي هي بتدور عليها. وبترجع ليندا على بيتها وبتفضل تدور لحد ما فعلا بتلاقي شكل البيت اللي شافته، وطبعا بتجري على هناك وبيبقى البيت شبه مهجور لانها بتفضل تنادي على اي حد لكن ولا الهوا. بس فجأة بتسمع صوت جاي من جوه البيت من بعيد، ولما بتقرب ليندا علشان تعرف مصدر الصوت بتتصدم من المنظر اللي شايفاه قدامها. بنت عندها حالة نفسية قاعدة على كرسي وعمالة تخبط في الحيطة من الصدمة. فتخيلوا بقى ايه هي الصدمة. فبتبص ليندا على الأرض جنبها بتاخد الصدمة التانية، وهي جثة الشبح اللي عمال يظهر لها وقرفها طول النهار. وبيطلع ان الشبح ده لسه ميت طازه وروحه متعلقه لحد ما تيجي ليندا وتلحقه. وطبعا وقتها ليندا بتتصل بجوزها وبيجي علشان يكشف على حاله البنت اللي بتكون في صدمه نفسيه قويه جدا مأثره عليها لدرجه انها ما بتنطقش. لكن ليندا بتعرف من جوزها ان البنت دي هتلبس الليله وتهمه القتل هي اللي هتشيلها. وبنعرف بقى يا صديقي ان الشبح ده ميت مسموم، لكن ايه سبب التسمم لسه مش عارفين.
وأثناء ما ليندا بتتكلم مع جوزها بتشوف الشبح مرة تانية وهو واقف في البيت وكأنه بينادي عليها، فبتدخل للبيت مرة تانية والأول مرة الشبح بيتكلم معاها وبيعرفها على نفسه. فبتقوله ليندا أظن دلوقتي إن كده روحك ممكن تتحرر لأن خلاص عرفنا إنك مت إزاي، لكن الشبح بيفهمها إنه لسه لغاية دلوقتي ما قدرش يشوف النور اللي هيخلي روحه ترتاح. فبتستغرب ليندا وبتقوله إزاي مش خلاص حلينا لغز موتك؟ بس هنا فجأة الشبح بيختفي مرة تانية من قدامها وبيسيبها في حيرة، يا ترى هو عايز ايه تاني؟ فبترجع البيت وبتتكلم مع جوزها انها لازم تتكلم مع حبيبة الشبح لان هي الوحيدة اللي اكيد ليها علاقة بيه وتعرف كل حاجة عن اللي حصل له، لان لحد دلوقتي مش عارفين ايه مشكلته. وتاني يوم بتقرر ليندا تروح المستشفى للبنت اللي قاعدة فيها، وهناك بتلاقي الشبح موجود. فبتحاول ليندا تتكلم معاها لكن البنت واضح انها مش فاهمة اي حاجة. فبتدخل الدكتورة بتاعتها الأوضة وبتعرف ليندا بحالة البنت وإنها أصلا عندها حالة توحد، ده حتى كمان حبيبها اللي هو شبح عنده حالة توحد وكانوا بيحبوا بعض من زمان، وقرروا إن هما ياخدوا بيت ويعيشوا فيه سوا لما حالتهم بدأت تتحسن. وفي نفس اللحظة هما بيتكلموا الدكتورة بتلاقي مكعب بازل ظهر فجأة على مكتب البنت، فليندا بتلحق الموقف وبتعرفها إن البازل ده بتاعها وبتاخده منها، وبتبص للشبح وبتعرف إن هو حاطه هناك وإن البازل ده هيكشف سر جديد. فبتمسكه ليندا وبيبدأ ياخدها البازل لليلة الحادثة، وهناك بتشوف حبيبة الشبح وهي داخلة من البيت بس بتتفاجأ بحبيبها وهو مرمي في الأرض وميت. فبتفضل تصرخ ومهما حاولت تفوق فيه ما بيفوقش، فبيجي لها صدمة وبتقعد جنبه على الكرسي وبتفضل تخبط في الحيطة لأنها مش مدركة هتتصرف ازاي في الحالات اللي زي دي. طب يا ترى الشبح مات ازاي؟ فبتكمل ليندا وبتشوف جثة الشبح اللي بيرجع بالزمن قدامها، وبيطلع انه كان بيحاول يحضر كيكة لحبيبته، لكن لما شغل الغاز فجأة قطع والغاز عبى البيت كله، وبسبب ان الشبابيك كلها كانت مقفولة الشاب اتخنق ومات. وبترجع ليندا على بيتها وبتعرف جوزها سبب وفاة الشبح، وبكده البنت حبيبته تكون بريئة من تهمة قتله. بس كيم بيكون عنده تعقيب بسيط، طالما هي بريئة وهو مات بسبب الغاز ليه هي كمان ما ماتتش؟ فبتحكي له ليندا ان البنت وهي راجعة البيت فتحت شبابيك البيت كله لان اصلا هي متعودة على كده كل يوم. وطبعا هنا بيفضل السؤال اللي حيرنا كلنا، ليه الشبح لسه موجود في الدنيا بعد ما قدروا يوصلوا لسبب موته وكمان قدروا ينقذوا حبيبته من تهمة قتله؟ بيستنتجوا ان اكيد لسه في حاجة تانية مخلياه متعلق في الدنيا، وبما انه مش قادر يتواصل معاها بسبب مرض التوحد بتاعه فاكيد الحل في البازل اللي دايما بيظهر فجأة قدامها. بعدها بنشوف ليندا وهي مع صديقها الدكتور وبتوريله البازل اللي معاها وبتسأله لو قادر يشوف حاجة من خلالها غير طبيعية، لكن طبعا بيقول لها حاجة ايه اللي هشوفها؟ يعني هتفرجيني على قناة ريمو موفيز ولا ايه؟ فبتقوله لا يا خفة مش قصدي، انا بس عاوزة اعرف لو انت مسكتها هل هتشوف حاجة من خلالها؟ وقتها الدكتور بيحطها في امر واقع وبيخليها هي اللي تمسك البازل علشان تعرف ايه اللي بيحصل بالظبط. وفعلا ليندا اول ما بتمسك البازل بتتنقل بخيالها لمكان غريب موجود في مرجيحة، وست كبيرة ماسكة بنت من ايدها وماشية بيها لدكتور شكله غريب. اول ما البنت الصغيرة بتشوفه بتبدأ تصرخ وبتطلب من امها انها ما تسيبهاش معاه، بس رغم كده الام بتسيبها وبتمشي. وبتفوق ليندا بسرعة من خيالها، يا ترى ايه السر الجديد ده اللي لازم ليندا تكتشفه؟ وبعد كده بترجع ليندا على المحل وبتقابل جوزها وبتحكي له اللي شافته من جديد، وبيستنتجوا ان الموضوع ده له علاقة بحبيبة الشبح وانه عايز يكشف حاجة جديدة كانت حبيبته بتتعرض لها واحتمال كبير تكون هي السبب في الصدمة النفسية اللي عندها. وهنا بتخرج ليندا وبتشوف صاحبتها دنيز وواقفة بره وواضح كده انها متضايقة، فبتسألها ليندا ايه اللي بيحصل معاكي بالظبط؟ فبتعرفها صاحبتها انها بتمر فترة صعبة من بعد ما جوزها توفى وهي بتحاول تربي ابنها لوحدها. فبتعرض عليها ليندا انها تشتغل معاها في المحل وبالمره يونسوا بعض. بعدها بتروح ليندا على المستشفى علشان تشوف حبيبه الشبح وبتوريها البازل اللي معاها، وبتبدا فعلا البنت ترتبهم كانها عارفاهم بالترتيب، وبتسالها ليندا البازل ده بيعني لك ايه وايه حكايتك بالظبط؟ فبتعرفها البنت ان كل حاجة مرسومة في البازل هي مرت بيها مع امها. وقتها بس بيظهر الشبح مرة تانية وبتفهم ليندا انه عايز يوصل حبيبته لامها، بس وقت ما هما بيتكلموا البنت بتجمع البازل بشكل معين، وهنا ليندا بتشوف الصدمة وان البازل من البداية كان على شكل صورة ام البنت. وهنا المفاجأة ان ام البنت بتطلع هي نفسها صاحبة المحل اللي ليندا اشترت منه الصندوق، وبترجع ليندا على مكانها بسرعة وبتديها الصندوق وبتقول لها الحاجة دي طلعت تخصك. وطبعا الست ما بتكونش فاهمة اي حاجة، فبتقعد ليندا وبتفهمها كل اللي حصل الفترة اللي فاتت. وهنا الست بتحكي لها عن المعاناة اللي كانت عايشاها مع بنتها، وان لما ودتها للدكتور قال لها ان هي السبب في الحالة اللي بنتها فيها لانها ام سيئة،
وطبعا ده كلام مش حقيقي، لان ده كان نصيب البنت انها تتولد كده. وبتكمل الام كلامها انها مهما حاولت توصل لبنتها علشان تشوفها كانوا بيمنعوها، لان الاحسن بالنسبه لبنتها انها ما تشوفهاش ابدا، واخر مره شافتها وهي عايشه مع حبيبها الشبح. وطبعا ليندا بتطلب منها انها تحاول تكلم بنتها مره تانية لانها محتاجه لها، وفعلا الام ما بتترددش لحظه وبترجع مع ليندا على المستشفى وبتشوف بنتها بعد ما كبرت، وبتحاول انها تتواصل معاها وتحضنها. لكن طبعا بسبب الحالة النفسية اللي بنتها فيها ما بتبقاش متقبلة أمها، وده مش بسبب إنها بتكرهها، لأن المصابين بالتوحد بيكون عندهم خوف من اللي قدامهم فبتسيبها الأم وبتمشي. وطبعا ليندا بتروح وراها فبتعرفها الأم اللي بنتها ما بتحبهاش وعمرها ما هتعرف تتصالح معاها، بس ليندا بتفهمها إن بنتها محتاجاها ومحتاجة منها الصبر علشان حالتها، ومع الوقت أكيد هي هتفهم حبها. والأم بتقتنع بكلامها وبترجع من تاني لبنتها. أما بقى الشبح فأخيرا عقدته بتتحل وبيطمن على حبيبته علشان بقت مع حد يخاف عليها من بعده، وأخيرا روحه بتتحرر وبيرتاح. وتوتة توتة خلصت الحدوتة. ما تنسوش الاشتراك في القناة الجديدة. سلام.